اسكندرية حادثة صعبة جدا. مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة، زوج وأبناء، ويعني واقعة صعبة شهدتها منطقة أبو سليمان تابعة لاسم الرمل تاني في محافظة الإسكندرية. يمكن زي ما حضراتكم شايفين ده الوضع هنا في الشارع اللي كان فيه الجريمة. الأهالي بيستعدوا لتشييع الجثامين بعد قليل. يعني الوضع صعب كده، الله في عونهم. ربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم. 7 ضحايا، 7 أبرياء قتلوا غدرا. احنا هيكون معانا دلوقتي شقيق القتيل شكرا. عرفنا نفسك وقول لنا انت شفت ايه؟ انا رمضان صبحي، انا اخو القتيل، اخو محمد اللي اتقتل، اللي هو رب الاسره اللي ضاع فيها 7 انفار. انا جيت من الشغل، واحد صاحبي اتصل بيا ولا ضاني طه بيقول في ضرب نار عند بيت اخوك. قلت له ضرب نار ايه؟ انا محمد اخويا ملوش اعداء. المهم رحت قلبي كانت لا تجري على اخويا، لقيت المباحث يابا واقفه بيقولوا لي رايح فين؟ قلت لهم اخويا اللي ميت فوق، راحوا مطلعيني. طلع معايا اسلام بمجدي، امسك نفسك. قلت له انا ماسك نفسي وقوي وما تقلقش وما فيش اي شيء. دخلت مين دي؟ لقيت مرات اخويا في وش باب الشقه مضروبه ونايمه على ظهرها، وابنها نايم فوق منها. واقع على ظهرها وابنها مضروب وواقع بوشه فوق منها. فببص كده على يميني عند المطبخ، لقيت بنت اخويا في الارض واخويا فوق منها. فاسلام بيه بيقول لي مين ده؟ قلت له دي سماح سامي ابراهيم، وده احمد محمد السيد حسن عبد العال، وده محمد السيد حسن عبد العال، ودي نورهان محمد السيد حسن عبد العال. دخلت الاوضه الثانيه لقيت الطفله اللي عندها 2 سنين وعد. اسمها ايه؟ وعد. اسمها وعد. ببص في الارض لقيت البت مرميه في الارض سايحه في دمها. بابا وقت عليها قالوا لي ما تلمسش حاجه. بضرب عيني على السرير لقيت الولد آسر والبت اسمها ايه؟ أسيل، مضروبين بالنار، وال7 مرميين قدام مني على الارض. 7. فين الولد الثامن؟ 3 أبناء، الاب والزوجه وبنته وابنه واحفاده ال3 وعيال بنت. الطفل الرابع مضروب 3 طلقات، 2 في رجله وواحده اخترقت كتفه وعدت. النهارده قاعد الصبح سمعت ان الولد ابن عمه خده من المستشفى وداه البيت. شريف بيه مأمور القسم كان باعت لي، امين الشرطه قابلني، يا رمضان تعالى كلم شريف بيه. قلت له قبل ما هكلم شريف بيه، الولد الصغير اللي مضروب 3 طلقات مشي من المستشفى اللي عليه فيها حراسه في البيت. كان معايا ساعتها على التليفون محمد بيه رجب، بقول له يا محمد بيه دلوقتي حصل كده 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 كده. قال لي ازاي؟ قلت له ما اعرفش. رحت رايح جايب الولد شايله على ايدي وحطه على عربيه شريف بيه اللي هو مأمور القسم. قلت له ازاي يا الناجي الوحيد اللي كان موجود في الشقه. الناجي الوحيد. قلت له ازاي يا سعاده الريس؟ ده مضروب 3 طلقات، المفروض عليه حراسه في المستشفى وانا اللي جايبه لك على ايدي. الراجل اتصل وطلع امين شرطه وخد الولد وقال له تروح وتبقى عليه حراسه. هل عيل طفل 8 سنين مضروب 3 طلقات معلوش حراسه؟ معلوش حراسه؟ ما انا بتاع المخدرات لما بيعور نفسه بيكلبشه ويحط عليه حراسه، صح؟ وانت رجعت صح ولا لا؟ انا لما اشيل حفيدي كده واحطه على عربيه مأمور القسم، ها؟ احطه على عربيه مأمور القسم واقول له يا شريف بيه الولد اللي اهو اللي مضروب 3 طلقات، ورحت معرض له رجله. قلت له دي الطلقه ادي 2 والثالثه اخترقت جسمه. انا بقى عايز بقى حل في الليله دي. مباحث مش ساكته. استنى مباحث مش ساكته. مش ساكته. لا لحد امبارح يا خال مش ساكته. استنى يا خال. طب هو بس اخويا يتكلم وبعد كده تمام. لحد امبارح المباحث مش ساكته، وجابوا الولد وخدوه عندهم، تمام؟ وخدوه
اسمعني دلوقتي بقى. محمد بيه اتصل بيا، محمد بيه رجب اتصل بيا يا رمضان. قلت له يا سعاده الباشا قبل ما تقول لي هتستلم هتسلمني السبع جثث. هو ما ينفعش حد من اهل العيال يا احمد يستلم العيال الصغيره. دلوقتي عاوزين تستلموا قلت رد عليا الراجل مشكورا قال لي هديك السبع جثث، في 4 منهم وديتهم امبارح، محمد السيد حسن عبد العال واحمد السيد واحمد محمد بلحق على فكره انا عارف مين انا راشد طماح. ثواني يا ثواني يا ام علي. طب تعالى محمد السيد حسن عبد العال واحمد محمد السيد حسن عبد العال ونورهان محمد السيد حسن عبد العال وسماح سامي ابراهيم سليمان، دول وديتهم امبارح مستشفى ابو قير. اودي 4 مستشفى ابو قير واودي 3 الانفوشي، 3 اطفال الجسامين بتاعتهم في الانفوش. في الانفوشي ماشي. دلوقتي الراجل مشكور محمد بيه رجب اتصل بيا يا رمضان هتدفن فين؟ قلت له هدفن في ابو النور. محتاج اكفان؟ قلت له الحمد لله مش محتاج. عايز تراب؟ الحمد لله مش عايز تراب. انا لغايه دلوقتي من ساعه قال لي قدامك ربع ساعه وهتروح تدفن، لحد دلوقتي ولا جالي تليفون من محمد بيه رجب. مش ما هو بس الاجراءات والتشريح بياخد وقت، فمش يعني ده في مصلحتكم على فكره. معاك. هو قال لي جهز اكفانك والمغسل والمغسله وهتصل بيك. هجمع لك يا استاذ، هجمع لك ال7 حالات في مستشفى واحده. هجمع لك ال7 حالات في مستشفى واحده عشان تغسل وتكفن وتاخد حاجتك كلها من مكان واحد وتمشي. انا لحد يعني انا اصلا امبارح طبيب شرعي موجود، رئيس النيابه موجود، الطب الشرعي كله موجود. معنى كده ان مفيش داعي للتشريع. ما هو انت دخلت. بص يا ريس، اخويا وعياله مضروبين 3 خزن. احمد لوحده 16 طلقه. ثواني يا خالد، الجزئيه دي مهمه. احمد لوحده احمد اللي عنده 23 سنه 16 طلقه. واحد اللي عندها 2 طلقتين. امه طلقتين. اخويا وبنت اخويا وال3 عيال. هو في سؤال بس يا فندم حضراتكم عايزين بس سؤال مهم. بعد اذن حضرتك اسمعني بس دخلوا هو في سؤال مهم اهم من الليله دي كلها. احنا عايزين نعرف ازاي الراجل الطيب ده اللي قاتل دوت استولى على 3 خزاين، كل خزنه فيها 9 رصاصات طلق ناري حي ميري. ازاي استولى عليهم؟ ازاي خدهم؟ ازاي جابهم؟ وازاي عمل كده اثناء خدمته، اثناء ال8 ساعات بتوع الخدمه بتوعه. يعني راح قتل ورجع تاني. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يا فندم، الراجل ده القاتل ده صلاة الكاميرا عليه. خليك ماشي كلم ابو عباده. نرجع للنقطتين المهمين يا فندم. النقطه الاولانيه، الراجل ده ازاي طلع من الخدمه اثناء الخدمه بتاعته، اثناء ال8 ساعات، اثناء ال8 ساعات يا استاذه، اثناء ال8 ساعات في خدمته وعمل جريمته ورجع تاني. الجزئيه الثانيه، ازاي جاب 3 خزن كل خزنه فيها 9 طلقات ناريه، يعني 27 طلقه. ازاي جابهم؟ من العلم والمعروف ان دي بيمضي على كل فرد بيمضي على خزنه بتاعته. ازاي جاب الباقي؟ لا يا فندم، كده في نقطه او في حلقه مفقوده. في حلقه مفقوده. ازاي استولى على 3 خزن؟ انت قصدك اللي فيه سبق اصرار وترصد؟ ده السبق والاصرار ده والترصد ده موجود. الجزئيه الثانيه، خلينا طلبات يا فندم. بس المايك. خلينا طلبات وعايزينكم اولا محاكمه وزير الداخليه بصفته ما تقاطعنيش لو سمحت. محاكمه وزير الداخليه بصفته ومحاكمه مدير امن اسكندريه بصفته ان هو لولا البدله اللي لابسها ما كانش عمل كده. لولا البدله لو ما كانش سجل عمل كده. هو ده اللي عايز اقوله. لولا البدله اللي هو لابسها اللي قوت قلبه ما كانش عمل كده. احنا بنطالب وزير الداخليه بصفته يعني مدير الامن بصفته يا فندم. هو مش ده بيحميني ولا باكد تاني لو الداخليه كان بيقول عليها يعني